طول ما انت بتلعب كوره بتبقى عايز تفرق شويه مهما كان وضعك. وقلت لك مره احنا في حلقه هنا قلت لك اللي دايما بيحس ان هو بيلعب لوحده اداؤه بينزل بينزل قوي، لكن عندك احساس دايما ان في حد بيخبط وراك او بيدبدب وراك فانت بتطير لو انت عندك الامكانيات والقدرات يعني. أيوه. بشوف دايما ان انا كل ما هتجيلي فرصه ان انا اول فرقه لازم اقويها. بشوف ان انا كل ما يبقى الفرقه فيها عناصر يعني تعرف وتقدر قيمه النادي، تمام، ده مهم جدا 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 بالنسبه لي. بمعنى دي رسائل واضحه دي. بمعنى ايه؟ التاريخ كل ما بيتكرر وبتلاقي النتائج واحده انت ماشي بشكل مستقيم، صح، مليار في المية. ماشي. مليار في المية. ماشي. فانت كل ما بتختار الفريق الكلمه اللي اتكلمنا فيها في الاول يا ابراهيم فبتلاقي النتائج ايجابيه جدا. ماشي. يعني في 85 انت اخترت فريق زي ما اتفقنا مثلا، يعني بعد شويه حتى لما جت في سنه 2000 وحصل اختلاف ما بين شخص ولا اثنين ولا ثلاثه ومشوا من النادي، تمام، بتلاقي النتائج برضو ايجابيه. يعني هات لي ابرز اسماء مثلا مشيت من الاهلي وراحت اي مكان تاني، وشوف السنه اللي بعدها على طول ابرز الاسماء. ابرز اسماء ممكن تيجي في مالك يعني، تيجي في تخيلك يعني، هتلاقي النادي الاهلي ماشي كويس بعديها برضه، هتلاقي الاهلي على طول ماشي كويس على طول. فاذا هنا الاساس بتاعك هو النادي، هو الاسم، هو الهويه بتاعتك. ما انا بقول لك هات لي اي اسم في دماغك، اي اسم مشي من النادي، تمام، وشوف السنه اللي بعدها. يعني ممكن تبقى لعيبه كويسه جدا جدا ومؤثره جدا، وهي في الاهلي كانت مؤثره. ايوه. بس الاهلي خد طريقه. أيوه. وهو راح طريق تاني. بص المردود اللي بعده، السنه اللي بعدها ما كانش في نفس السنه، بص السنه اللي بعدها، بقول لك هات اي اسم، هقول لك اللي بعديها على طول خدنا يا افريقيا يا اما نتائج مبهره جدا حتى في الفرقه اللي راحوا لها. مع الفرقه اللي راحوا لها، يعني المفروض ان هو بيقويها. ايوه مظبوط. ايوه. لا انت بتلعبها بشكل مباشر فبتكسبها السنه اللي بعدها، تمام، وبتكسبها سكور كمان. يعني مش واحد ولا اثنين يعني.